اللي انتوا شايفينه في الفيديو امام حضراتكم ده الحكم طارق مجدي اللي حاول بكل الطرق انه يحتوي فريق الاتحاد السكندري على حساب النادي الاهلي لاجل عودته في نتيجه المباراه وسعاده فريق الطموح بيراميدز انه يعتلي قمه ترتيب الدوري المصري ويبتعد بشكل كبير جدا عن النادي الاهلي، ولكن باءت بالفشل. عايزك تتخيل معايا كده ان الحكم طارق مجدي احتسب 8 دقائق في الشوط الثاني، في ظل ان الشوط الثاني ما ضاعش منه غير دقيقه او دقيقتين فقط، وده في اعتقادي الشخصي ملوش تفسير اخر في ظل ان الاتحاد السكندري كان خطير بشكل كبير جدا على حارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي. طبعا انجاز يحسب لمارسيل كولر ولاعيبه النادي الاهلي. عايزك تتخيل معايا كده كمشجع للنادي الاهلي، دي المباراة العاشرة على التوالي في مختلف البطولات المحلية وكذلك القارية. النادي الأهلي لم يخسر أي مباراة بالفعل، والنادي الأهلي حتى الآن في بطولة الدوري خاض 17 مباراة، يعني فارق 6 مباريات عن فريق الطموح بيراميدز اللي خاض حتى الآن في بطولة الدوري 23 مباراة. النادي الاهلي ينتصر في الست مباريات ب 18 نقطه، وهو حاليا بيمتلك 39 نقطه، بينما فريق الطموح بيراميدز بيمتلك 56 نقطه، وبالتالي النادي الاهلي ينتصر يتصدر ترتيب بطوله الدوري المصري بفارق نقطه واحده عن فريق الطموح بيراميدز. وقابلني ان النادي الاهلي لو تصدر بطوله الدوري وفريق الطموح بيراميدز قدر يحصله مرة أخرى. طبعا أبرز مباريات النادي الأهلي القادمة تتكلم عن مباراة الزمالك، ولكن النادي الأهلي قبلها يواجه فريق الداخلية وبعد كده فاركو ثم الزمالك. من وجهة نظري في ظل نادي الزمالك بيمر بظروف صعبة، بيتعثر وبيخسر من المصري البورسعيدي بثنائيه، وبيكسب بالعافيه في بطوله الدوري، وكذلك في نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه كسب بصعوبه بالغه. هتبقى مباراه سهله في المتناول، لكن في حاله واحده ان مارسيل كولر يقدر يشوف لاعب يعوض غياب علي معلول اللي اصبح تاثيره واضح بشكل كبير جدا. وانا من وجهه نظري شايف ان كريم فؤاد مش هيقدر يعوض علي معلول في ظل ان مستواه متراجع ايضا. كريم فؤاد مش عاجبني انا كمشجع النادي الاهلي، شايف ان كريم فؤاد مستواه مش ده كريم فؤاد بتاع الموسم الماضي اللي كان بيمتلك شعله نشاط كبيره للغايه. بالنسبه للقطه اللي انتم شايفينها امام حضراتكم ده سكوت، ده الفيروس بتاع احمد سيد زيزو، وهو الغطس داخل منطقه الجزاء او خارج منطقه الجزاء، انتشر ما بين لاعيبه الدوري المصري وكان اخرهم كهربا امام طبعا الاتحاد السكندري. يعني ما تعايرنيش ولا عايرك، عملها زيزو قبل كهربا، وبالتالي ما نقدرش نلوم كهربا. يمكن انا كمشجع للنادي الاهلي لما شفت كهربا وهو بيمثل او بيسكت ويدعي السكوت تلقائيا افتكرت احمد سيد زيزو في مباراه المصري البورسعيدي. بكل امانه مش ده لعب النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما قدمش المردود، واتمنى ان مارسيل كولر يتعلم من اخطائه، لان بكل تاكيد النادي الاهلي لو كمل بهذا المستوى اللي احنا شفناه امام الاتحاد السكندري المباريات اللي جايه هتبقى صعبه للغايه في ظل تلاحم المباريات في ايام قليله جدا. هناك علامه استفهام على لعيبه كثيره جدا في النادي الاهلي ما كناش نتوقع ان هم يظهروا بالاداء ده. على سبيل المثال حسين الشحات اللي صنع هدف لكهربا، طبعا دي الحسنه الوحيده اللي عملها حسين الشحات في هذه المباراه، كان متراجع مستواه بشكل كبير جدا، تمريراته كلها خاطئه، كره بتتقطع منه بسهوله. وكذلك امام عاشور اللي يعني ما ظهرش بالاداء المنتظر منه كالعاده من جمهور النادي الاهلي، وكذلك كهربا اللي ضيع اكثر من 5 اهداف مؤكدين. حرفيا كهربا كان محتاج جون فاضي، يعني نعملها كده اجوان ما تضيعش كهربا بيهدرها. انا استشعرت ان انتوني موديست هو اللي بيلعب وليس محمود عبد المنعم كهربا، علشان كده اتمنى النادي الاهلي يخلص في صفقه المهاجم اللي هو شغال فيها بالفعل. بتتكلم عن يزن النعمات نجم الدوري القطري في التوقيت الحالي ونجم منتخب الاردن، ده اللاعب الاقرب حتى الان حسب التقارير الصحفيه اللي انتشرت في الساعات الماضيه. يمكن اللاعب الوحيد اللي من وجهه نظري شال النادي الاهلي على كتافه بغض النظر عن الاخطاء والتنشنه اللي بيمر بيها معظم لاعيبه النادي الاهلي محمد عبد المنعم. لولا وجوده مع النادي الاهلي حرفيا النادي الاهلي كان هيلوم، النادي الاهلي كان ممكن يتعادل امام فريق الاتحاد السكندري. فعلا محمد عبد المنعم هو كنز، هو جوهره بيمتلكها النادي الاهلي، مش هنعرف قيمه محمد عبد المنعم الفعليه الا بعد خروجه من النادي الاهلي بالفعل. وهناك ايضا علامه استفهام على اداء محمد الشناوي، تستشعر كده ان منذ رجوع الشناوي من الاصابه مش ده الشناوي قبل الاصابه، مش ده الشناوي اللي احنا متعودين عليه، اخطبوط النادي الاهلي وكذلك المنتخب المصري غاب فتره كبيره جدا. علشان كده عاذرين الشناوي، كل اللي نقدر نعمله كجمهور النادي الاهلي ان احنا نساند الشناوي في ظل ان كلنا عارفين ان الشناوي هو اللي هيكمل باقي مباريات بطوله الدوري المصري وليس مصطفى شوبير بالفعل. يمكن اكتر نقطه عجباني في مارسيل كولر في الفترات الاخيره بغض النظر عن غضب لعيبه النادي الاهلي هي حاله الروتيشن والتدوير اللي بيعملها، حتى لو على حساب نجم الفريق او افضل لاعب في النادي الاهلي في اخر فتره امام عاشور. وفي نهايه المطاف النادي الاهلي خد اللي هو عايزه وهما ال3 نقاط بنجاح. الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، وما تنساش تقول لي هل النادي الاهلي عايد عليك وهل فعلا اقتنعت بالعيديه ولا كنت مستني ان النادي الاهلي يكتسح الاتحاد السكندري بثلاثيه او برباعيه.